إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية العظيمة يا عباد الله بين الله جل وعلا فيها الغاية من خلق الخلق، وهي عبادته سبحانه وتعالى، فقد خلقهم جل في علاه لعبادته، وهو سبحانه غني عن العالمين غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلائق كلهم يا عباد الله فقراء إلى الله جل وعلا في حاجاتهم ومطالبهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو سبحانه وتعالى الرزاق كثير الرزق الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا عليه رزقها سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله قد كتب الله جل وعلا لك رزقا، كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة في اللوح المحفوظ، كما كتب رزقك أيضا في الكتابة العمرية حين أرسل الله جل وعلا ملكا إليك وأنت في بطن أمك، وأمر ب4 كلمات، ومنها كتب رزقك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. فأنت يا عبد الله قد كتب الله جل وعلا لك رزقا، ولتعلم أنك لن تموت حتى تستكمل رزقك الذي كتبه الله جل وعلا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. والحديث في السلسلة الصحيحة. ودل الحديث عباد الله على أن ربنا جل وعلا قد أباح لنا المكاسب الحلال في طرق متعددة يا عباد الله يحرص عليها المسلمون ويتخذونها سببا لطلب الرزق مع توكلهم على الله عز وجل. وهذا بخلاف من جعل الدنيا همه فنظر إلى الأسباب يا عباد الله وحرص عليها حرصا شديدا، حتى إنه يطلب رزقه بالحرام ولا يبالي يا معاشر المسلمين. ألا فاعلموا بأن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته ولا يطلب بمعصيته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وابن ماجه. وإن من المكاسب التي أباحها الله عز وجل، بل هي من أفضل المكاسب ومن أفضل الأسباب التي يتخذها كثير من الناس لطلب الرزق، الاكتساب عن طريق التجارة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد اشتغل بالتجارة فترة من عمره قبل النبوة،
وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتغلوا بالتجارة، بل إن أكثر العشرة المبشرين بالجنة قد اشتغلوا بالتجارة، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن هنا يا عباد الله، فإن من المكاسب الطيبة التي يحرص عليها العبد التجارة يا عباد الله، لكن الذي ينبغي أن نعلمه جميعا وأن يعلمه التجار على وجه الخصوص ألا يجعلوا التجارة نصب أعينهم وفي قلوبهم دائما. ينبغي عليك أيها التاجر ألا تكون تجارتك مطية للركون إلى الدنيا حتى يقعدك ذلك عن فعل كثير مما أوجبه الله عز وجل عليك. إن كثيرا من التجار للأسف الشديد تراهم كأنهم ما خلقوا إلا لأجل التجارة يا عباد الله. تراه يتكلم عن تجارته صباحا ومساء، يحرص على الأسفار وعد السلع والدينار، وتجده يتكلم عن المشاريع المستقبلية، وإذا جلس مع الناس فإن جل حديثه عن السلع والمال والتجارة وغير ذلك. هذا المسكين عباد الله قد افتتن بالمال ووقع في فتنة المال على رأسه والله المستعان، فصار يحب المال حبا جما ويحرص على تجارته حرصا عظيما حتى صار عبدا للدينار والدرهم والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. رواه البخاري. عباد الله، إن الاكتساب عن طريق التجارة وبذل هذا السبب للرزق هو أمر مباح لا بأس به، لكن ما ينبغي يا معاشر المسلمين أن يكون سببا لترك ما أوجب الله عز وجل علينا. لا ينبغي أن يكون اشتغالنا بالتجارة يصاحبه تضييع للصلوات وتخلف عن الجماعات وغفلة عن تربية الأبناء والبنات وغير ذلك من المنكرات. إن الاشتغال بالتجارة يا عباد الله لا يتعارض أبدا مع القيام بشعائر الله وتعظيمها، لا يتعارض أبدا مع التنافس في عمل الصالحات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتغلوا بالتجارة، ولكنهم ضربوا المثل الأعلى في المسابقة إلى الخيرات يا عباد الله، لأنهم لم يجعلوا تلك التجارة التي درت عليهم أموالا طائلة لم يجعلوها في قلوبهم، بل جعلوها في أيديهم. ينفق الواحد ماله ولو كان كثيرا في سبيل الله ولا يبالي. ولا أدري يا عباد الله، أحدثكم عن صديق الأمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد اشتغل بالتجارة رضي الله تعالى عنه، وقد تصدق يوما بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أو أحدثكم معاشر المسلمين عن ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه الذي حفر بئر رومة ووسعها وجهز جيش العسرة، وقد كان مشتغلا بالتجارة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان. نعم عباد الله، إن الاشتغال بالتجارة ما ينبغي أن يكون سببا لترك ما أوجب الله جل وعلا علينا، فهذا لا يتعارض معه أبدا. تاجر يا أخي التاجر، والله جل وعلا يعينك، لكن إياك أن تغفل عما خلقت له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أيها التاجر أنك تتعامل في الغالب في بلاد المسلمين مع المسلمين، فكن أيها التاجر رحيما بعباد الله، كن رحيما بإخوانك المسلمين، كن سمحا إذا بعت، سمحا إذا اشتريت، سمحا إذا أردت طلب مالك الذي أعطيته دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه الإمام البخاري. كن هينا لينا مع عباد الله جل وعلا في تجارتك، وإياك والغلظة والشدة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. وإن من لينك
أن تحسن التعامل مع من أقرضته أو أعطيته سلعة دينا، أن تكون لينا معه وألا تكون غليظا شديدا في المطالبة بدينك يا عبد الله، فإن هذا من الخير العظيم، بل من الخير الذي هو أعظم من أن تعفو أو أن تتجاوز عنه، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض الفقراء يقصدونك أيها التاجر ويأخذون سلعا دون دفع المقابل لعدم وجوده عندهم، فكن لينا معهم يا أخي المسلم، فإنه لا ينبغي أن تضيق عليهم في المطالبة بمالك وأنت تعلم بأنهم من الفقراء. كن هينا لينا يحرمك الله سبحانه وتعالى على النار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه الإمام مسلم. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا كان يداين الناس، فإذا رأى معسرا يقول لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه، أي عفى الله جل وعلا عنه، والحديث متفق عليه. يا أخي المسلم، ينبغي أن تحذر أشد الحذر، أيضا أن تحذر أشد الحذر أيها التاجر من استغلال إخوانك المسلمين، فإن من لينك ورفقك ورحمتك بإخوانك المسلمين ألا تستغل ظروفهم كما يفعل بعض التجار الذين أعماهم الجشع والطمع، فيستغلون المواسم ويستغلون قلة السلع لزيادة ثمنها، فأنت تزيد الأثمان وتضر بإخوانك المحتاجين، والله المستعان. ألم تعلم أيها التاجر أن الله جل وعلا يجازي بالإحسان إحسانا، فمتى أحسنت إلى عباد الله أحسن الله جل وعلا إليك. لا تستغل المواسم ولا تستغل قلة السلع لتضاعف من أثمانها، بل وفر السلعة لإخوانك المسلمين بثمن مناسب، ولو أن تأخذ فائدة يسيرة يبارك الله جل وعلا لك فيها، مع ما يدخر لك من الأجر العظيم، وما عند الله خير وأبقى. ومن الوصايا العظيمة التي نوصي بها التجار أن يتقوا الله جل وعلا في بيعهم وشرائهم بالحرص على الصدق في البيع والشراء واجتناب الكذب، فإن الصدق يا عباد الله سبب للبركة، والكذب محق لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم. بعض التجار يا عباد الله لا يخاف الله جل وعلا، تجده إذا بايع الناس يقول: إن هذه السلعة قد اشتريتها بكذا، وهو يكذب، وإني لم أخذ معك إلا هذه الفائدة، أو لم أخذ معك فائدة، أو بعتك السلعة برأس مالها، وهو يكذب يا عباد الله. ومنهم يا معاشر المسلمين من يبيع سلعة معيبة ولا يصدق في البيع ولا يبين العيب، فإن هذا من الأمور العظام التي ينبغي أن يحذرها التاجر. وأعظم منه يا معاشر المسلمين إذا أضاف التاجر إلى كذبه الحلف بالله عز وجل كاذبا، يحلف بالله كاذبا فيبيع سلعته ويبيع معها دينه، والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه الإمام مسلم. أي الذي يروج سلعته بالحلف الكاذب يقسم بالله كاذبا، فقد وقع يا عباد الله في جريمتين عظيمتين. أما الأولى فإنها تتعلق بحق الله يوم أن حلف بالله جل وعلا كاذبا غير معظم لله سبحانه وتعالى الذي أقسم به. وأما الجريمة الثانية فهي أخذه لمال غيره بغير حق يوم أن غر ذلك الذي اشترى منه بيمينه فباعه وروج سلعته، والله المستعان. فالصدق أيها التجار، واحذروا الكذب، فإنه سبب لبحق بركة ما تأخذون وما تقبضون، ولو رأيتموه كثيرا، فإن الله جل وعلا
لا يبارك فيه. ولتعلم بأنك يوم تغش المسلمين وتخدعهم وتروج سلعتك وتبيعها فإن الله جل وعلا مطلع عليك، لا يخفى عليه أمرك، ذلك الذي يظهر يوم لقائه، يوم تبلى السرائر فيظهر ما صنعت في الدنيا وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني مذكر التجار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، رواه الإمام مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، والخاطئ هو العاصي الآثم يا عباد الله. فالحديث دل على عدم جواز الاحتكار، كما يفعله بعض التجار، يحتكرون السلع ويخبئونها في غرف التبريد لغرض رفع ثمنها. هذا عين ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم يفعل ذلك فعلى الدولة أن تفرض التسعير حتى لا يرفع التجار أثمانهم فوق الثمن المحدد، وهذا جائز يا عباد الله. نعم معاشر المسلمين، إذا غلب على التجار الجشع وحرصوا على رفع الأثمان اتفاقا ليضروا بالناس، أو احتكروا السلع لأجل أن يغلو ثمنها، فعلى الدولة هنا أن ترفع الظلم على الناس، ويكون ذلك بفرض التسعير يا عباد الله، حتى لا يتجاوز التجار ذلك السعر المحدد. خصوصا معاشر المسلمين في بعض السلع المدعمة التي تدعمها الدولة كالزيت والحليب والسكر وغير ذلك، فإن من أخذ هذه السلع ليتاجر فيها فإنه أولا لا يجوز له أن يبيعها فوق الثمن المحدد لها، وثانيا إن بينه وبين أخذها شرطا، وهو أن لا يأخذ فيها زيادة من الفوائد المحددة. والمسلمون عند شروطهم يا عباد الله، فإن المتقي لله عز وجل يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، مراعيا لمصالح المسلمين. فإذا راعت الدولة مصالح المسلمين في بلادها، حق عليك أخي المسلم الذي وصيناك بأن تكون رحيما بإخوانك المسلمين، حق عليك أيها التاجر أن تراعي هذه المصلحة وأن لا تتعداها. واحرص أخي التاجر على التفقه في دين الله عز وجل، فإن جل ما ذكرته يتعلق بالفقه بدين الله سبحانه وتعالى، خصوصا في باب المعاملات، لتكون على بصيرة في معاملاتك، مجتنبا المعاملات المحرمة، حريصا على ما أباحه الله جل وعلا منها. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، رواه الإمام الترمذي. ومتى كنت متفقها في دين الله عز وجل وفي تعاملاتك أيها التاجر، فإنك على خير عظيم، تنجو من صنف ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: إن التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أليس قد أباح الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يتحدثون ويكذبون ويحلفون ويأثمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وطريق معرفة هذا الباب الذي ينجيك من أن تبعث مع الفجار أن تتعلم دين الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قد جعل الأصل في المكاسب الحل إلا بعض الطرق التي حرمها. فواجب عليك أخي التاجر على أن تكون على علم بها لتجتنبها وتجني الحلال، ويبارك الله جل وعلا لك فيه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك من فضلك واجعلنا من عبادك الوقافين عند حدودك غير المتعدين لها في باب المعاملات وغيرها، وهو أمر نحتاج إلى التوجه إلى الله عز وجل إليه
خصوصا التجار والذين يتعاملون مع الناس يحتاجون التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النفس يا عباد الله، لأن النفس قد تضعف أمام المال وأمام الفوائد الكثيرة وأمام الأرباح الجزيلة، فواجب عليك أن تتوجه إلى الله ليعصمك سبحانه وتعالى من المعاملات المحرمة وليجنبك المعاملات المحرمة. واسأل الله جل وعلا من فضله، واسأله الحلال، فربك جل وعلا يعينك على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.